اول حاجه تخلي الفيديو بتاعك يتشاف، تعمل فيديوهات على الترند. لو الفيديو المفروض الطبيعي هيتشاف من 1000 واحد، فاللحظه اللي انت تنزل فيها الفيديو وقت الترند هيتشاف من 15 20 ضعف الرقم الاولاني. الديزاين اللي شكله حلو، اللي احنا مش عارفين هو شكله حلو ليه بس هو مريح عينينا، هو اللي اتحققت فيه اسس التصوير. القدره على مزج الخبر بالميم. اسوق ولا ما اسوقش، وكان بالنسبه لي التسويق هو مجرد ان انا بعمل اد على الفيسبوك. يعني انت عشان تكتب لازم تكتب، لازم تمارس فعل الكتابه في حد ذاته. مش معنى ان انت اشتغلت على كامبين فشلت معناها ان انت فشلت. اوعى تعمل بوست. انت خطفتني ان انا هكمل باقي السكريبت. لو اول 5 ثواني دول فكسانين، احلى مسا عليك، انا قفلت الفيديو. ادرس اضاءه، افهم اضاءه، لان هو التنوير هو اللي هيعمل لك الصوره. حاسس ان اول حاجه ما تاخدش الكاميرا وتنزل تجري تصور. ليه ما تاخدش من الفيدباك بتاع الكامبين وتبني على اللي بعدها، كامبين بكامبين بكامبين. هم الناس عارفين ازاي بيفكروا وبيلعبوا على النقطه بتاعت الانجيجمنت دي. يعني هو المتعارف عليه في الفود فوتوغرافي الاوكتا. خلاص كلنا متعودين ان دي الجنجل بتاعت ماكدونالدز. السر كله هو كونسيستنسي، على قد ما تقدر بي كونسيستنت. الار دايركشن كل ما هو عينك بتراه. انت لازم على الاقل تبقى انت عارف الفاندمنتالز او الاساسيات بتاعت الماركتنج. المونتير بيبقى قاعد مع نفسه بيتفرج على كل الفوتج اللي قدامه. لازم ابقى عارف انا بصور في انهي لوكيشن وانزل اشوف اللوكيشن بعدين. البورتفوليو ثم البورتفوليو ثم البورتفوليو. السيزون ده كان متعب جدا واخد مني وقت كتير جدا في التفكير والتنفيذ والمونتاج وحتى الببلشنج. شكرا جدا لكل الناس اللي جات لي ونورتني في الجوكاست. الساعه اللي انتوا اديتوهاني من وقتكم فرقت جدا 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 معايا، واتمنى انها تكون فرقت مع الناس اللي بتبدا حياتها. هي ساعه بس بالنسبه لهم كانت جايد ودليل لكل الكارير اللي هم هيمشوا فيه. هستنى منكم تقولوا لي في السيزون الجديد تحبوا استضيف مين ونتكلم مع مين ونتكلم عن ايه. انا جوزيف بتاع الفيديوهات. سلامات.